ناخذ اتصال. الو مرحبا. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعني تشتري كلى؟ شلون؟ تشتري كلى؟ كلى؟ اي. ايش قالوا لك علي تاجر اعضاء بشرية يعني؟ لا، سمعنا من برنامجك وانت تساعد الناس على البرنامج هذا. عفوا انا ما اساعد، استقبل بعض القصص بس. شنو كلى؟ كلى عضو جسم. ادري اعرفها والله، بس شلون يعني؟ انا اتبرع بها على مثل ما تقول اللي يحتاج كل شيء يسوي. عفوا اختي، انت محتاجة يعني؟ اي والله، انا ايجار ما عندي ادفع حاليا. لا حول ولا قوة الا بالله. يعني صدق وانت تحكين يعني تريدين تبيعين كليتك؟ والله اي والله العظيم. بس ترى انا ما اول مرة اخذ هيك موضوع، يعني لا انا تاجر اعضاء بشرية ولا اطلق لهذا الموضوع يعني الامانة. زين، يعني انت هسه اللي تريدين خلال برنامجك ايه حد يناشد اللي يحتاج. يعني انت هسه مصرة ان تبيعين كليتك، يعني تضحين بنفسك؟ اي شيء اكيد، انا عندي دهال واضح في خاطرهم. زين، ما عندك زوج؟ لا. ليش؟ يعني شلون جهال وزوجك يعني ميت؟ لا توفى الله يرحمه يا رب. زين، ما عندك اخوة اهل اصدقاء يساعدون؟ والله يا اخوي اليوم الاخوة حاير، كل من حاير بعائلته. للاسف والله، بس يعني تبقين انت اختهم ولازم ما حد له علاقة بالثاني. زين، لنفترض انه بعيدا عن الكلى وبيع الكلى، لان اختي هذا يعني حتى حرام واحد يضحي بشيء من جسمه والله المحتاج كل شيء يسوي. والله ليش اروح انا على طريق مو زين؟ لا 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 لا، هاي الاصيله ما تسويها. لا زين، لا والله يعني ابيع عن عضو من جسمي ولا انتقل الى طريق. والنعم منك. زين، انت يا محافظه ناصرية. والله والنعم، رجال الناصريه واهل الناصريه. زين، لنفترض احد يساعدك، انا يعني ايضا راح انزل هذا المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي. نفترض احد يساعدك، اذا ناس ساعدتك وتكفلت، تمنعين يعني او تبتعدين عن هذه الفكره؟ كم يعني واحد يساعد؟ انا كيف لك العباس نفسي اللي جاي يريد من عندي ما عندي. شلون؟ اقول لك اللي جاي باكر يريد من عندي ما عندي، يعني كم دوب الواحد يساعد؟ لا ليش؟ اهل الخير موجودين وناس خيره موجوده، لا اتقي الله. لا موجودين وناس اهل كرام والنعم منهم ان شاء الله ما يقصرون، وحتى من اهل الناصريه نفسها يعني ترى اسم الناصريه. نعم. كيف رب العالمين اول شهد على حكي انا هسه قبل دقائق كنت اصطفى على الفيس، بدت يعني اي وسيله اتصلت على رقم وقالوا باكر وردت من خبر. لا دير بالك ترى. لا تتصرفين هذا التصرف. انا راح اسوي ان شاء الله اللي اقدر عليه. زين، هذا رقمك اللي تتصلين منه اخليه بالتعليقات من حتى الناس تتواصل وياك؟ لا. شلون يتواصلون وياك؟ من خلالك. مو اني من خلالي مرات يعني اكون مشغول بين دوام بين غيرها، مو كل الوقت يعني على برنامج مواقع التواصل الاجتماعي ولا حتى اتصالات. شلون لازم انه اكو وسيله؟ ما شاء الله، انا هسه بدي لك الرقم انت تقدر تثبت لك الرقم. تمام، ديز الرقم وانا راح اثبت لك الرقم اللي اقدر عليه يا بنت الناس. بس امانه الله ابتعدي عن هذه الفكره، لان انت ام لاطفال، المفروض ان شاء الله يا رب يكتب لك الصحه والعافيه، تكونين بصحه وعافيه حتى تخلين بالك عليهم. لا توصلين هذه الفكره، وان شاء الله الناس انا متاكد والله. الانسان لازم يكون مجبور يوصل الى هالحد. انت تعرف الايجار والمسؤوليه والايجار يعني شهر صعب. لا ناس اهل خير ان شاء الله، وانا متاكد وعلى يقين، وراح تتصلين ان شاء الله وتقولين اكو ناس تكفلت، وبحقيقه ناس تتكفل. صلي على النبي. انا هسه هذا رقمك موجود. تمام. ماشي. وان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى الناس الطيبه ما تقصر، ولكن اريدك هالفتره بس، وراها ما اعرف بعد اللي اقدر اسويه. تنطيني وعد ما تتصرفين اي تصرف.
الله كريم. توعدين وعد الأخ؟ إن شاء الله. إن شاء الله لا تتصرفين أي تصرف، وأنا متأكد إن شاء الله مثل الطيارة راح توصل مكالمتك ومناشدتك، والناس الخيرة هي تتواصل وياك وتساعدك بأخوة إن شاء الله وبعفة وبشرف. أنت قلتيها ما أريد إنه أوصل لطريق ثاني، وهذه ما تسوي الأصيلة، وأنت أصيلة من حتى تنتبهين على أطفالك وعائلتك. أنا أشكرك جدا، أنت مثال المرأة العفيفة القوية. شكرا جزيلا لاتصالك. شكرا. تحياتي لك. أمانة عليكم يا أهل الخير، أمانة عليكم، أستحلفكم بالله اللي يقدر والله مكنه لا يقصر. أنا راح أخلي تفاصيلها كلها على الرقم عفوا بالتعليق. وأمانة عليكم، أمانة عليكم لحد يقصر وياها. وأعرف أهل الكرم وأهل الطيب وأهل النخوة ما راح يقصرون نهائيا. يا رب يا رب ساعد اللي ما إلى غيرك. أكو ناس الله يعينها، تخيلوا يوصلون لمرحلة يبيعون عضو من أعضاء الجسم من أجل أنه حتى يعيشون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بحالنا جميعا يا رب، بحال هذه الأم.